تخيلي طفل قاعد بياكل وايده بتتحرك في كل مكان في الطبق وقاعد يوقع اكل هنا وهنا، ردة فعلك الطبيعي هيكون ايه؟ اقعد عدل، ايدك بهدلت الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم اتحط في نفس الموقف ده مع طفل صغير، بس اللي عمله كان مدرسة في التربية بالحب مش بالخوف. سيدنا عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: كنت غلاما في حجر رسول الله وكانت يدي تطيش في الصفحة، يعني طفل بيلعب بإيده في طبق الأكل كله. النبي صلى الله عليه وسلم لا تعصب ولا شخط ولا قال له أنت مش بتفهم، وبكل رقي قال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. كلمات بسيطة وواضحة ومحددة من غير أي عنف. تعالوا نتعلم من الموقف ده 3 قواعد ذهبية للنصح. النداء بالحب. النبي بدأ بيا غلام، نداء فيه حب واحتواء. اعملي كده قبل ما تنصحي، ابدأي باسمه أو لقب بيحبه، ده بيفتح قلبه للكلام. تاني حاجة توجيه مباشر مش انتقاد. النبي ما قالوش بطل حركة، النبي قال له يعمل ايه بالظبط. قولي لابنك يعمل ايه بدل ما تقعدي تلوميه على اللي عمله غلط. تالت حاجة الهدوء بيثبت المعلومة. عمر بن أبي سلمة بيقول: فما زالت تلك طعمتي بعد، يعني فضل طول حياته فاكر الدرس ومطبق آداب الأكل. ليه؟ لأن النصيحة دخلت في قلبه بالرفق مش بالزعيق. الهدف من التربية مش إننا نكسر شخصية ولادنا عشان يسمعوا كلامنا، الهدف إننا نخلق جواهم رقيب ذاتي بالحب. ابنك محتاج يسمع صوتك الهادي وانت بتوجهيه، عشان صوتك ده هو اللي هيفضل جواه لحد ما يكبر. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تكتبي تعليق وتشيري الأم تاني.